ازيكم يا شباب، ايه الاخبار؟ في الفيديو ده هوريكم ازاي تحولوا الماوس من الشكل ده للشكل ده. زي ما انتم شايفين الشكل احسن من الشكل العادي. اول حاجة بس ما تنساش تصلي على النبي وتعملوا لي لايك واشتراك. دي طريقة تانية لو حد حابب يغير شكل الماوس. اللي حابب يتفرج على الفيديو ممكن يخش على الوصف، هيلاقيني سايب الرابط بتاع الفيديو. نخش على المهم على طول. مبدئيا كده ده اسم الموقع كاستم كرسر. هتلاقوني سايب الرابط بتاع الموقع ده في الوصف. اول حاجة هننزل البرنامج بتاعهم، هدوس على داونلود فور ويندوز وانزله زيه زي اي برنامج. بعد ما يحمل هدوس عليه عشان اشغله. بعد كده يظهر لك بالشكل ده، هتدوس يس. بعد كده هتسطبه زيه زي اي برنامج. لو انت من النوع اللي انت مش متعود ان انت تسطب اي برنامج، ممكن تعمل نفس الخطوات اللي انا بعملها بالظبط. بعد كده هدوس على فينيش، هيفتح لي برنامج بالشكل ده. بعد كده هنرجع للموقع تاني، ننقي الشكل اللي احنا عايزينه. مثلا الشكل ده عجبني، هدوس على ايقونة الويندوز وبعد كده open custom cursor، هيظهر لي بالشكل ده. هدوس apply وزي ما انتوا شايفين ادي اهو الشكل اتغير. ممكن ادوس هنا X والبرنامج هي اكنه شغال عادي، بس هو مش ظاهر لك، هو شغال في الخلفية. لو انت عايز تغير بقى الشكل ترجع زي ما كان، هتدوس هنا، هتدوس رايت كليك وبعد كده شو، هيظهر لك البرنامج تاني. هتدوس هنا على علامة الباور، هيرجعك زي ما كنت. وبعد كده هتدوس اكس عشان تخفي البرنامج. زي ما انا قلت هو شغال في الخلفية. لو انتوا حبيتوا اشكال تانية ممكن تروحوا على الموقع وتدوسوا هنا مور، هيطلع لكم بقى اشكال كتير قوي. اهو زي ما انتوا شايفين اشكال كتير روشة، ممكن تختار منها وتعمل نفس الخطوات. وبس كده، ده نهاية الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك.